السلام عليكم اصحابي يا احبابي. يا ترى ما جيتش مره وسالت نفسك دماغك ديت ملكك ولا ملك حد تاني؟ ما سالتش نفسك في مره من المرات يا ترى في حد بيأثر في قراراتي سواء بالسلب او بالايجاب؟ ولو في حد، مين الشخص دوت وبيستفاد ايه؟ تعال نشوف الحكايه بدأت ازاي. الحكايه بدأت في سبعينات القرن الماضي، لما اكتشفوا تكنولوجيا بتقدر تأثر على العقل البشري عن طريق الذبذبات، بتخترق الاشارات العصبيه وتقدر تتحكم فيها وتزرع جواها الافكار اللي الشخص دوت عاوز يزرعها بالنسبه لك. ما جيتش مره وكنت بتحب حاجه جدا وبصيت لقيت نفسك بتكرهها، او شخص بتكرهه جدا ومع الوقت بتبص تلاقي فيه اعلانات وحاجات تانية تبص لقيت نفسك اتغيرت وحبيته؟ طيب الذبذبات دي بتطلع منين؟ الذبذبات دي بتطلع من ابراج المحمول. طيب يا عم دي الحاجه من السبعينات محدش اكتشفها لحد دلوقتي. ايوه، لان الناس ديت بتخطط بشكل عظيم. ايوه هي ناس قذره بس فعلا بتخطط بشكل عظيم، ولازم نعمل لهم تحيه لانهم فعلا بيعرفوا ازاي يتحكموا فينا، واحنا لازم نعترف بدوت عشان نقدر نتحرر. اول حاجه بيخططوا كويس. تاني حاجه التكنولوجيا اللي عندهم متقدمه جدا 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 على اللي عندنا. يعني بالنسبه لنا احنا الذكاء الاصطناعي والحاجات ديت صفر على الشمال، احنا اصلا مش عارفين احنا موجودين فين في الليله دي كلها اساسا. طيب هم مين؟ هم الماسونيه العالميه اللي عاوزه تسيطر علينا وعاوزه الههم يطلع او الاعور يطلع او الدجال يطلع. طيب مين تاني؟ الشركات الكبرى، ودي همها كله اللي انت تشتري المنتجات بتاعتها وبس، مش اكتر حاجه تانية. طيب في حد تاني؟ ايوه في الانظمه المستبده اللي عاوزاك ضعيف وبتتحكم فيك وبتتحكم في قراراتك وبتتحكم في كل حاجه موجوده فيك. علشان كده لما بقول لك دماغك دي ملكك ولا ملك حد تاني، لازم تفكر كويس قبل ما تجاوب. ما تقولش ايوه دماغي انا. في حد بيأثر على قراراتك وافكارك، لازم تفكر كويس. حتى احلامك يا اخي، انت لو تبص هتلاقي بعض الاحيان بتحلم احلام ملهاش دعوة بيك وبحياتك اساسا، مختلفة تماما عن حياتك. ايه اللي جابها؟ هو الحلم دوت اساسا لازم يكون مرتبط بيك، مرتبط بحياتك، مرتبط بفلسفتك، مرتبط بخيالك الفكري، خيالك السياسي، خيالك الاجتماعي. جت منين الاحلام الغريبه دي؟ جت نتيجه الذبذبات اللي طالعه. طيب حد يقول لي انت مجنون وبتتكلم بنظريه مؤامره والكلام ده. هقول لك يا سيدي، تعال اثبت لك بطريقه عمليه. تعال في مره من المرات ونام. انام؟ ايوه نام، وحط التليفون تحت دماغك، تحت المخده، ونام يا سيدي. شوف كمية الأحلام اللي هتجيلك، شوف كمية الهلوسات اللي هتجيلك، شوف كمية الاضطراب النفسي اللي هيجيلك. شوف أول ما تصحى من النوم هتلاقي نفسك مشوش ومذبذب وكأنك كنت في وهم أو في عالم تاني أو حاجات تانية. ليه؟ لأن الذبذبات زادت عن الحد، الإشارات العصبية ومخك استقبل ذبذبات أكتر من الحاجة اللي هم محددينها لك إن هي توصل. عشان كده لما بقول لك هم تكنولوجيتهم أعلى مننا بكتير، فلازم تعرف دوت. السلام عليكم اصحابي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة فضلا وليس امرا.